طب يا شباب، في عندي قاعدة في الألماني اسمها المودال فيربن. المودال فيربن، خلاص سيبك من اسم القاعدة زي ما انت ايه متعود مني. خلاص كده. فكرة القاعدة دي ايه بقى؟ فكرة القاعدة دي ان في افعال بتكون موجودة في الجملة، الفعل ده ما ينفعش ان هو يجي لوحده. خلاص. بأي شكل من الاشكال الفعل ده ما ينفعش يجي لوحده. تمام. الفعل ده لو جه لوحده انت نفسك مش هتكون فاهم معنى الجملة. خلاص. فقال لك نعمل ايه بقى؟ قال لك لازم يكون في فعل تاني في الجملة عشان معنى الجملة يكون مفهوم. من الاخر كده احنا بنحط الفعل ده وبنجيب معاه فعل تاني عشان يوضح لي المعنى العام بتاع الجملة. خلاص. طيب الافعال دي اللي هي المودال فعل، طيب تمام، او ايه، او الافعال الناقصة. طب المطلوب علينا في المحاضرة دي فعل اسمه كن. خلاص كده. الفعل ده معناه يستطيع. طيب تمام. انا دلوقتي لو جيت قلت لك انا استطيع، هل انت فهمت مني حاجة؟ انت ما فهمتش انا استطيع ايه. لو قلت لك انت تستطيع، تمام، انت ما فهمتش انا قصدي ايه. تمام. فقال لك بص يا عم، انت دلوقتي هتيجي تحط لي فعل في اخر الجملة يفهمني ايه الحاجة اللي انت بتستطيع انك تعملها. خلاص. طيب انا دلوقتي لو جيت قلت لك، انا عايز اقول لك انا بقدر ان انا ايه العب كوره، انا استطيع لعب كره القدم. خلاص. لو انا جيت قلت لك ايش كان جوت، او ايش كان جوت فوسبال، لغايه هنا مثلا كده انت كده ما فهمتش انا قصدي ايه. جيت قلت لك ايش كان جوت، ما فهمتش قصدي ايه. ولكن لو انا جيت حطيت لك فعل في المصدر في اخر الجمله اللي هو فعل شبيلن، يبقى انت كده فهمت اني انا استطيع لعب كره القدم. تمام كده. طيب انا دلوقتي عايز اقول لك انت بتعرف تطبخ كويس، انت بتعرف تطبخ كويس. فانا لو جيت قلت لك دو كانست بس كده وسكت، خلاص انت كده ما فهمتش انا قصدي ايه. طب لو انا حطيت لك كوخن في الاخر، دو كانست جوت كوخن، يبقى انت كده ايه فهمت ان انا بقول لك انت بتقدر تطبخ بشكل كويس. طيب هنا زي كنن جوت شفيمن، لو انا جيت قلت لك حضرتك بتعرف، ما فهمتش مني حاجة، جيت قلت لك زي كن جوت شفيمن، يبقى انت كده فهمت ان انا بقول لك ان حضرتك بتقدر تعوم بشكل كويس. طيب انا دلوقتي بحط الفعلين دول في الجملة ازاي؟ خلاص. طيب اول حاجة عندي اللي هو الفعل الناقص اللي هو فيه اللي هو مين، اللي هو كنن، ده بيجي رقم اتنين في الجملة. خلاص. وطبعا بنصرفه حسب الضمير الموجود في الجمله زي ما هناخد ايه كمان شويه. طيب الفعل التاني ده بيجي اخر الجمله وبيجي في المصدر، وده بيكون ايه اللي هو اخره ايه ان الفعل بيكون جاي لي في المصدر. طيب تعالى كده ناخد ايه، ناخد مثال عشان نفهم. دلوقتي انا عندي فعل اسمه كونن. خلاص كده. كونن معناه يستطيع. طيب فعل كونن ده بيتصرف مع كل ضمير بشكل ايه مختلف عن الضمير التاني. فمثلا انا لو قلت ايش هستخدم الضمير ايش فهقول ايش كان. طب ايه كان، اس كان، زي كان. طب دو يبقى دو كانست، دو كانست. طيب فيا زي كونن، فيا زي كونن. طب إيا كنت. تمام كده. يبقى ال كونن ده بيتصرف مع كل ضمير بشكل مختلف ايه عن الضمائر التانية. طيب باجي في الاخر بقى احط ايه، احط الحاجة اللي انا بستطيع ان انا اعملها او انت بتستطيع انك تعملها او هو بيستطيع ان هو يعملها. فمثلا هقول ايش كان، ايش بمن، انا بقدر اعوم. دو كانست كوخن، انت بتعرف تطبخ. فيا كونن كوخن، احنا بنعرف نطبخ. طيب قال لك كمان انت ممكن ان انت تحط وصف في الجملة. الوصف ده الهدف منه ان هو يفهمني انت بتقدر تعمل الحاجة دي قد ايه. فمثلا انا عايز اقول انا بعرف اعوم كويس جدا، فهقول ايه، ايش كان زيا جوت schwimmen. ايش كان زي جود شويمن، انا بعرف اعوم بشكل كويس جدا. طيب انا عايز اقول انا ما بعرفش اعوم، يبقى ايش كان نشت شويمن. طيب انا عايز اقول مثلا لا انا ما بعرفش اطبخ خالص، يبقى هقول ايش كان جا نشت كوخن، وهكذا. يبقى انت دلوقتي بتحط لي الفاعل، بتصرف الفعل حسب الفعل الموجود في الجملة، الوصف ده اختياري، بعد كده بتحط الفعل في المصدر. طيب الحاجات اللي احنا قلناها دي بنستفيد منها في ايه؟
انا يعني انا بستفيد منها في ايه؟ ان انا مثلا ممكن اسالك، اقول لك ايه الحاجات اللي انت بتقدر تعملها، بتعملها كويس جدا، بتعملها كويس، ما بتعملهاش. خلاص كده. فممكن اقول لك was können Sie sehr gut nicht machen. ايه الحاجه اللي انت بتعملها كويس جدا، ايه الحاجه اللي انت بتعملها كويس، ايه الحاجه اللي انت ما بتعملهاش خالص. تمام كده. ايه الحاجه اللي انت بتعملها ما بتعملهاش، بتعملها كويس جدا. طيب انت هتقول لي هنا ايش كان، وقول بقى الفعل اللي انت بتعمله، يعني قول لي الحاجه اللي انت ايه بتعملها، سواء بقى كويس مش كويس. ممكن تقول لي ايش كان backen. Ich kann backen, tanzen, im Internet surfen, fotografieren, Radfahren, singen, spielen, Musik hören, malen, lesen, Kuchen, schwimmen, zeichnen, zeichnen. فانت دلوقتي ممكن تقول لي بقى ايش كان، تحط لي اي فعل من دول. طيب هنا انا جبت لك الايه، جبت لك السؤال هنحله دلوقتي كمان شويه مع بعض، اللي هو was können Sie sehr gut machen، او ايا كان الوصف اللي انت هتحطه. وانت هنا ايه، هتكتب لي الحاجات اللي انت بتعرف تعملها او ما بتعرفش تعملها او مستحيل انك تعملها. الكلمات دي انا بستخدمها في الوصف لو انت عايز توصف الحاجة. فممكن تقول لي ich kann toll kochen, ich kann super kochen, ich kann ein bisschen kochen, nicht sehr gut, nicht so gut و او gar nicht. تمام كده. السؤال ده هنحله دلوقتي مع بعض.